الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. Mga katotay manghuran, haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala, biya nasin pagkabiyaksahan sin kita niyo sa kahaba harom diha ini mapaaw na to impag meeting atungod sin pag-agama sin kita niyo labay dendiha Islam TV sin Nidaul Islam Foundation. Harom ini insyaallah subhanahu wa ta'ala yari out bisita na to din hawla Arab, din hawla Saudi, din ha Al-Qasim. Yari makatawtay mahuran na to mga sheikh sin kita niyo. Insyaallah sila ini in parihilon na to maniw tiyo patumtum kato tanyo katan serta i-translate sin tay manghud niyo ini kadar kakaus-gausan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sebab kami ini dengkain na mataas so ka naglimot kami sin Sambuanga matawad mga lokal kaya lecturean na translate namin lecture kana ini biya mga alhamdulillah nagpaya na sa insyaallah inut-inuton kadar kakausan insyaallah subhanahu wa ta'ala i-translate kaniyo sebab nagakad na ini inlaul iwan sin karo. Ala kulli hal insyaallah bangman in kita niyo tawfikan dasin Allah subhanahu wa ta'ala في هذه الليلة المباركة إن شاء الله معنا ضيفنا في هذه الحلقة الطيبة فضيلة الشيخ عادل بن عبد الله الشبعان، وهو أحد المحاضرين في جامعة القصيم. أشكر الله عز وجل على هذه النعمة حيث امتن الله بها علينا، وهذه الزيارة من قبل هؤلاء المشايخ بحيث أنارت إلينا في هذه المدينة واستفدنا من خلال مجالستنا معه والكلمات التي ألقوها في عدد من المساجد. نسأل الله أن تكون ذلك في ميزان حسناتهم. فإن شاء الله في هذه الليلة نترككم مع فضيلة الشيخ عادل بن عبد الله الشبعان، فنؤتي له المجال فليقدم ما عنده من الكلمات المفيدة. نشكركم أيها المشاهدون الكرام، وشكر كنيوكتان بهاون هي بين تكمو إبان سينغوروناتو الشيخ عادل بن عبد الله الشبعان سارتا ترانسليتون كنيو، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. نفس الطريقة نتكلم قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المسلمون، أحييكم بتحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن من أعظم المجالس التي تمضى فيها الأوقات هذه المجالس التي تحفها ملائكة الرحمة تغشاها الرحمة وتحفها ملائكة الرحمن، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده. إن مثل هذه اللقاءات أيها المسلمون تزيد الإيمان وتقربنا إلى الرحمن تبارك وتعالى. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala puasin kapamudji iban pagsukur sin Syekh pa Allah subhanahu wa ta'ala tiukbal niya kato in sa salam-salaman sin Islam. Amunayin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarta law sin Syekh indeng ha mga sa halga amuin hibusog in waktu si manusia amun ha mga biya ini pagkaradyaan pagtipon-tipon hapag panuntutan ilmo
hapagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtipon-tipon, amuin paturunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon haon in rahmat, sarta libuton sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin hidayat atawakan sakina rin kaniya, insyaallah subhanahu wa ta'ala. ومن أول الوصايا التي أوصي بها أولا نفسي ثم إخواني المسلمين الله أن نتعاهد إسلامنا وتوحيدنا، وهو من هذا هو رأس مالنا، وهو أعظم ما أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا في هذه الدنيا، أننا ندعو الله دائما وأبدا، لا سيما أننا نتحرى أوقات الإجابة كأمثال السجود. الإنسان إذا كان ساجدا فهو أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو إذا سجد يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان لا بد أن يعلم أن قلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، قال ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالدنيا قد فتحت على الناس، لكن الإنسان بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع والخضوع فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه بأن يثبته على هذا الدين حتى يقبض الله عز وجل روحه وهو على هذا الصراط المستقيم. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in panagnaan wasiyat patuntong kato sin Sheikh. Amuna in panggayunggong panghalgai sin akaman nato, panggayunggong sin akaman nato Islam, panggayunggong ang pagtauhid nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi amuna ini sa lagu ni'mat. Amuin imano siya makasujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sa suok-suok mano siya pa Allah subhanahu wa ta'ala bang siya hawak to nagsusujud madto kaniya. Sarta laong pasin Sheikh بعد هذا يعني الإكثار من الدعاء كما كان هدي dahil ha mga amuin subay amparhon sin tiap-tiap mano siya patauron in panghindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumuok magpatikupo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam biyabaitaan niya kita niyo in pangatayan sin tiap-tiap ipon yon halom kiyum kuman halom lima sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pindahon niya haununing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabab yan in Nabi na Muhammadun alaihi salatu wassalam mataod in panghinduaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah amun ikaw imagpipinda sin pangatayan pataptapa in jantungko di hapag-akama. ومن أعظم الوصايا أيضا إخوة الإسلام أيها المؤمنون وهو التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام ألا وهي الصلاة. فإن لعظم هذه الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. لما أراد الله عز وجل أن يكلف محمد وأمة محمد بهذه الشعيرة العظيمة رفعه الله سبحانه وتعالى حتى بلغ سدرة المنتهى، يعني تجاوز 6 سماوات ففرضها الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون واسطة. مما يدل على عظم هذه الصلاة أيضا أن الإنسان أول ما يسأل عنه يوم القيامة هذه الصلاة، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد صلح سائر عمله وإن فسدت فقد فسد سائر العمل. Dahil ang mga sa lago-lago wasiyat si Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sampay amon hawak to song na siya mawapat in Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam piag balik-balikan niya pa ini nakato amuna in nagwasiyat siya sin pagsabhayang. Sabab in pagsabhayang ini piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon di hangin lupaan sa didto hataas haliw sin 7 lapis langit. Piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang paipon niya. Dito haliw sin dito sa Sajaratul Muntaha. Bima na lang sin Sheikh dito haliw sin 7 lapis langit.
in sambahayang tiyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyadto manunjo kiyadto hakalabyan niya, hakalagbuan niya, hati niya in sambahayang. Sarta in sambahayang yan, lawan pa sin Sheikh, biya na sin kabayta, sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo yan impanagnaan aasuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala, na bang in sambahayang yan, di mayaw, nakapas, ingkatan, amal niya, insyaallah makapas. وإخوة الإيمان، أيضا من الوصايا النبوية التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام الأمة، وهي الإكثار من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، لا سيما ونحن في شهر شعبان، بل نحن الآن في نهاية شهر شعبان، وما بقي إلا القليل على دخول شهر رمضان المبارك. وتعلمون أيها المسلمون أن أهل الإسلام يعظمون هذا الشهر، لأن الله سبحانه وتعالى وهبه خصائص لا توجد بأي شهر من الشهور. من تلك الخصائص أن الله سبحانه وتعالى فتح فيه أبواب الجنان، جميع الأبواب الثمانية قد فتحت على مصراعيها. أيضا من تلك المزايا لهذا الشهر أن أبواب النار عافانا الله وإياكم منها السبعة قد أغلقت إغلاقا تاما. أيضا في هذا الشهر أن الشياطين قد صفدت وحبست، فلا تستطيع أن تنفذ ما كانت تنفذ إليه في غير رمضان. فهذا الشهر نحن الآن نستقبله بعد أيام قلائل، فعلينا الإكثار من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أيها المسلمون أن النبي أخبر أن الحرف الواحد الذي يقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وربما ضاعف الله سبحانه وتعالى أعدادا هائلة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. Dahil mga wasiyat sa lagu-lagu, ipagwasiyat mga bang sa muslimin, umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin patauron sin umat muslimin, impag-alok, impagbas sa kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunin Quran. Patauron, impagbas sa pag-alok, hakitab sin Allah ta'ala, amunin Quran. Labi luwa bihaon, yari na kita niyo, ha misanyanon kahinapusan na simbulan Sya'ban. Yari kita nyo biyon na Sya'ban. Ubos ini magdaratong-datong na kato, in bisita sing kita niyo amo na in bulan Ramadan. In magdaratong-matong kato bulan Ramadan yan, nahipo sing karayawan. Hipo sing mga kalabyan amon namid da iring hakatan. Dahil nga mga kalabyan amon namid da iring hakatan, kakilahan in bulan Ramadan, biya na sin in kalawang lawangan sin sulga habulan yan amon bulan Ramadan. 8 tambulon sin Allah ukamun sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kalawang lawangan sin apinar ka jahannam. Damit yan tambulon sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga syaitan, in sila hukutan atau kan kandaruhan kadinahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab yan, subayin kita niyo magtuyo-tuyo, magmuhot-muhot, umagaw sin waktu sin kita niyo, labi-luba impagpataod hapagbasa sin Quran di habulan ini, karena impagbasa sin Quran makamas sadya ka hambok huruf dengan Quran lipatun nito sin Allah subhanahu wa ta'ala makahangpo atawakan dipindi nato diin na arat atawakan Allah ta'ala palagihon niya padto sin lipat manglipat dito nato kaingatan inyadto labay radto reng haamuin kalabyan sin Allah subhanahu wa ta'ala hirhil niya haisiusu manusia kabayaan niya dihilan. الوصية الخامسة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام الأمة، وهي وصية عظيمة، وهي المسارعة والمسابقة إلى الأعمال الخيرة. فالإنسان في هذه الدنيا هو في زمن اختبار وامتحان، وهذا الزمن وهذا الاختبار هو محدود له بداية وله نهاية. نهايته أنه إذا مات الإنسان فقد انتهى زمن الاختبار، وعلى الإنسان في هذه الدنيا وهي أيام قلائل وإن كانت سنوات، لأنها لا تعادل ما أعد الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. عليه المسارعة والمبادرة، ولذلك نجد القرآن والسنة نجد أنهم يقولون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا، وهكذا النبي يقول بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم. فالمسألة تحتاج إلى مسارعة ومبادرة وعدم تأخر، لأن الزمن يمضي بسرعة، وهي فرص تقدم للإنسان إن انتهزها
فقد حاز على خير عظيم. أما إذا سوف، وهذا حال كثير من المسلمين، يقول إذا كبرت، أم يقول بعد السنة القادمة، يسوف له الشيطان يريده أن يصده عن هذا الخير. فالإنسان يبادر، ربما يكون هذا رمضان هو آخر رمضان له في هذه الحياة، ربما لا يدرك رمضان القادم، أو ربما يدركه لكنه بعداد الموتى، كأن يكون مريضا أو لا يستطيع أن يؤدي عبادات. فهو الآن أعطاه الله صحة وعافية، فعليه أن يستغل هذا. ربما لا تتكرر الفرص، فالإنسان يبادر ويسارع. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بإدراك هذا الشهر المبارك. Dahil mga wasiyat ikalima sin Sheikh kato tanyo katan. Amo na yung paglumba-lumba, pag-us-us sin kita niyo magtupahin ng marayaw. Pag-us-us magtupakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-us-us hapardaakan himinang sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mataod mga ayat ng daaki kato tanyo katan. Kaya na sin ayat na sabot nga kaina, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Pag-us-us kamu, paglumba-lumba kamu, madto pakaampunan sin Tuhan niyo. Inyan to ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihanda isa, pinakis Nabi na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadith niya. Badiru, hati niya pag-us-us kamu, paglumba-lumba kamu. Hangkan na, yung kalakihan, hatiap-tiap manusia. Mag-us-us siya himinang, sabab indunya ini, ayamul ikhtibar. Indunya, ini adlaw atawakan waktu pertandasan hatiap-tiap manusia. Ang pertandasan ini aun panagnaan niya, aun kahinapusan niya. Yung kahinapusan niya, bang manusia abutan na siya sing kamatay niya. Nabihaon magdaratong-datong kating bulan Ramadan, suway mag-usos in tiap-tiap manusia. Sabab labi yari pa si halawm kakusog iban kalasig yaon pa kaning kusog, sabab niya nakaingatan arakala dumatungin waktu wayron naroon kanay kusog. Sabab dunya ini laong sin Sheikh na waktu tiyo-tiyo da. Misan pangatud ta, indunya ini mahaba, sa i-compare adlaw akhirat, tiyo-tiyo da to din kabuhi di hadunya ini. Narin na kita tumakad, amon suway pag kita abutan sin kalaas, at tawakan suway Ramadan na kauna, sa arakala, laong sin Sheikh, hawak to, dumatungin Ramadan, po aspila taong biyaon, dito had to arakala, wayron na kaw rihabaw sin dunya ini. Niya matay na kaw, at tawakan nakalamod na kaw, hajumlahan si mga sila manusia, amon mapatay ra kuman nasasakit na kaw. Nang kanalaw sin Sheikh, bihaon ang pakusog, ang pagaos, suway mag-us-us, mag-amal salih, himinang sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. والله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالعالم كله، المسلم والكافر، الجميع يبحث عن السعادة، هذا الكنز الذي يبحث عنه الصغير والكبير. الله سبحانه وتعالى أخبرنا كيف الطريق للوصول لهذه السعادة التي يبحث عنها الجميع. ولا سعادة ولا طمأنينة ولا راحة إلا بالعمل الصالح والإيمان، كما قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. هذا الشرط الأول. قال الشرط الثاني: وهو مؤمن. النتيجة قال: فلنحيينه حياة طيبة. فالإنسان إذا جمع بين الإيمان وجمع مع الإيمان، جمع معه العمل الصالح الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهو المبادرة والمسارعة، جاءت النتيجة والثمرة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يرزقه حياة هنيئة طيبة لا يوجد فيها مشاكل، يجد أن أولاده يبرون به، يجد أن زوجته تطيعه، يجد أن رزقه يأتيه من حيث لا يحتسب، يجد أن أموره تتيسر، يجد أن في حياته راحة وطمأنينة، بعكس الذي ربما وقع في الذنوب والمعاصي. هذا يصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهو يعيش في حياة ضنك، يجد أن أولاده لا يطيعونه وبناته أيضا لا يطيعونه، أو ربما وصل إلى درجة العقوق، ربما وصل إلى الضرب، ابنه يعتدي عليه، أو ربما أنه في وظيفته وفي عمله لا يكون مرتاحا، ولو كان يتعاطى راتبا جيدا وكثيرا إلا أنه تجد أنه لا يجد راحة وطمأنينة.
الإنسان في هذه الحياة اللي أراد الوصول لهذا الكنز، الله سبحانه وتعالى اختصر لنا الطريق وأعطانا المعالم واضحة، وهو أن الإنسان أن يكون مؤمنا، ولا يكفي أن يكون مؤمنا بل لابد أن يردف ذلك بعمل صالح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. Dahil ang mga nasabot sin Sheikh, amunin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw unsa, wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Lawan si Sheikh, siyabot nin ayat ini. Sabin ayat ini, aun-dua syarat. Isiyo-siyo, inag-amal salih. Dengha, beriman, usog. Man amila salihan, isiyo-siyo nag-amal salih. Sahih, Man amila salihan min dhakarin aw unsa. Isiyo-siyo nag-amal salih, rengha usog, atau kan babae. Wa huwa mu'min, sartain siya nag-iiman pa Allah, tartanto in results, in hinang niya yadto, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, tartanto dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabuhianan marayaw di dunya. Labi luwa insyaallah adlaw akhirat. In dunya inilaw sin Sheikh, inman siya kata naglalawag kasanyangan, naglalawag sin kahamong hayaan sin pikilan, na wayroon dato adlaw na makapasanyang hamano siya, hikalag nila sin kasanyangan, kahamong hayaan sin pikilan nila, buat malengkan diha pag-amal nila salih. Sebab in Allah subhanahu wa ta'ala, na may ta nakato, bang in manusia, dengan usog iwan sin babae, na akad na indua syarat ini, nag-amal siya salih, sartain siya nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, tartanto, insyaallah, insya dihilan sin Allah ta'ala, kasanyangan, kakuyakan, diha dunya. Bihanda isab, in manusia, bang siya limayo, dengan amal ini, naghinang siya masihat, dia na simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain, law na wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Hisyusyu in manling, dengan pagtumtum mereka ko, dengan Quran ko, dengan agama ko, tartanto masuko na yung kabuhianan masigpit. In manusia, bang siya matan, nag-iiman fa Allah subhanahu wa ta'ala, na akad din kabayaan sin Allah ta'ala, in siya nag-amal salih ang pag-iman niya, amunalaw ng takitaan mo, in kabuhianan niya marayaw, aw riziki niya, dumatong-madto ka niya, hari niya maangan-angan, in asawa niya, nagtataat ka niya, in maanak niya, nagtataat ka niya, di mo kakitaan yung paghaluwilo, yung pagjinisan doon halaw sa family niya. Bihanda isablaw na bang imano siya, naginang maasiyat, limayo, di nga pagtumtong, ang pag-iman, pa Allah subhanahu wa ta'ala, kakitaan mo lang na imaanak niya, di na magtaat ka niya, in asawa niya, in nagmamaasiyat, hati na wayroon kasanyangan sin pag-family, sin kabuhianan niya. Inyad to, sabab inyad to lang na result, hadjayad to sin paglayo niya, dahil hapardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, imano siya, bang siya mabaya, mahasil na yung kasanyangan dunya akhirat, subay siya diha pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangon niya, imbay na sin wasiyat niya kaina, amon lang yung paglumba-lumba, pag akaw-akaw sin hinang marayaw, sabab di rin kasanyangan si mano siya. ومن تلك الوصايا أيضا إخوة الإسلام التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام الأمة، وهي أيضا وصية عظيمة نحتاجها دائما وأبدا، وهو أن الإنسان أن يكون له عمل صالح خفيا لا يراه به أحد. فهذا العمل الصالح الذي يختبئ ويكون خالصا لله سبحانه وتعالى، هذا العمل كما أخبر عليه الصلاة والسلام النفر الذين سقطت عليهم الصخرة وقام كل واحد منهم يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، نجد أن من بين هؤلاء الثلاثة الذين يعني رفعوا دعاءهم إلى الله سبحانه وتعالى، الأول منهم بره بوالديه، كان لا يشرب الحليب حتى يشرب أبو الوالد والوالدة، فجاء يوم من الأيام وجد الوالدان قد ناما، فجلس ماسكا بالإناء ينتظر حتى خرج الصبح، وأطفاله الصغار عند قدميه يتضاغون من الجوع، أي يبكون من الجوع يريدون شيئا من هذا الحليب، فهو جلس ماسك بهذا الإناء حتى خرج الفجر، فلما قام الوالدان سقاهما هذا الحليب ثم سقى صبيته. فبهذا العمل وهو بر الوالدين الذي ديننا الإسلامي يؤكد علينا تأكيدا شديدا أن يكون الإنسان بارا بوالديه، يساعدهم يعاونهم، بل إنه حرم أقل العقوق كما قال تعالى
ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقد قرن الله سبحانه وتعالى بر الوالدين بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن هذا العمل وهو البر بالوالدين والإحسان إليهما، قرن الله سبحانه وتعالى بالتوحيد الذي هو أعظم شيء وهو التوحيد. فهذا يدل على أن ديننا يأمرنا بالإحسان إلى الوالدين خاصة وإلى الناس عامة كما قال تعالى. Dahil nga mga wasiyat, piyatumtum kita na siya Sheikh. Subay, tiap-tiap mano siya, aun siya amal, amuin, kaya tataw niya, labi-luwa mga amal, di kaingatan si mano siya. Biya nalaw na si Jimato, among kisah siya but niya, kisah daran pagsabuton, among aun tutao. Kaya tamunan sila simbato, dito habod, nalapat, di na sila makawa dito halaw sinlungag simbod. Kaya tumtuman sila, kaya tamunan sila simbato, rin na makawa. Intiap-tiap tumano siya, iniaon sila amal, di kaingatan si mano siya, secret amal nila. Inday nga manghang katao, amunin hambuk mano siya, inamal niya secret, rin kaingatan si mano siya, amunin pagtaat niya, pagmarayaw niya, harwamaas niya. Inkiaunan sing tao ini, di siya magkaon-kakaon, di siya mag-inom pag-inom, sa hingga paunahon niya na indwa maas niya, hina niya kay ama niya. Sampay rima tong inambok waktu, aon siya iulinan gatas, inambok anak ini. Mabaan niya pa inumon, hiina niya kay ama niya. Pagdatong niya pabay, nakatuog na, hiina niya kay ama niya. Nainsyari siya mag-inom muna, ding hamaas niya. Limingkod siya, iulinan niya rain baso, at tawakan uno-uno na luluunan sing gatas. Doon harag sing ina niya, yun, maanak niya nagtatangis, maapdi, maba, minom, kumawa sing gatas, sampay way piya inom sing tao ini sabab, maba niya pa inom ina niya, iban sin ama niya. Sampay rima tong insubuh, nagbati na ina niya kay ama niya, ang panatiyok balmadto, ingatas, amon maba niya pa inumon, pa ina niya, pag ubos na kainom, ina niya kay ama niya, ang panatiyok balmadto, pa anak niya. Harihad to amal, sabab simpagtaat, niya harwamaas niya, pagmarayaw niya harwamaas niya, na hinang sabab kaya lapas kanila deng hinang atawakan deng ha waktu kamudaratan atawakan ha waktu kasigpitan. Imano siya long na maglaki bihad to amal sabab labi luba hapag taat paina pamaas pagtaat harwamaas inireng ha mga sa lagu amal diayta sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw sin Quran sampay piya pag-abay in kawajiban sin pagmarayaw parwamaas iban sing kawajiban madto pa Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Pagtag-ipon kamo pa Allah ta'ala parman sin Allah sarta ayaw kamo magsyirik sarta law na pagmarayaw kamo ramaas ubos giita sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtag-ipon madto kaniya piya sugpat magtuy piya abay in pagmarayaw haramaas sampay amon imian hadya ka pinakama baba kalimat usalun mo bilang pangjural at tawakan di mo mabaya di kabayaan mo maas mo ipakita mo liangan yadto sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na impagtaat impagmarayaw haramaas daing hamanga sa lagbo ibadah. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن كما بلغنا شهر شعبان ونحن في صحة وعافية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا شهر رمضان المبارك ونحن في صحة وعافية ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من المقبولين ويجعلنا وإياكم من الذين كتبوا من عتقائه من النار وجزا الله القائمين على هذه القناة وعلى هذا اللقاء الطيب المبارك وخصوا بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى الشيخ الفاضل الشيخ عبد الواحد جزاه الله خيرا أن أوصلنا وإلى هذا البرنامج الرائع وسمعنا عنه خيرا كثيرا أسأل الله أن يبارك له في ماله وفي ولده وفي وقته وأن يتقبل منا ومنكم جميع المسلمين صالح القول والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. Mga katotemo ng harong Islam, di da makapahaba ka ito Sheikh, isalhati ko yung mga naglaor na ini, sa lingkain na yun siya ini nag-lecture, matod mga hula, tampat na bisita na mo. Dengan sabab yan, maray din hadya, patubtuhon in
laung ta programa na harungan sarta di mo asya Allah subhanahu wa ta'ala pangayon talong na suhod Allah subhanahu wa ta'ala biya sing kaabot kato sing bulan Sya'ban in kita niyo halong kalasig iban kakusog bangman kita niyo abutanda sing bulan Ramadan in kita niyo ramikyan halong kakusog halong kulas ug simbaran insyaallah subhanahu wa ta'ala serta makapag-ibadat kita niyo iban makalamod kita niyo rin ang mga manusia tay maon yung pag-ibadat nila ron halong sing bulan Ramadan insyaallah subhanahu wa ta'ala sarta nagsukur siya kato tanyo katan labi luba ang mga tao amoy nagdara kapala timutuko sing programa sing kita niyo ini insyaallah murah-murahan bang malaw ning kita niyo tawpikan da sarta nagsukur siya maripabaran ko Abdul Wahid law na amuin danan paranan sabab nakakarisya nakalingkod hawak to ini na iban sin law tapag sukur hakatan iban na sin president sing kita niyo amuy timbi mga kaupuan sing bisran niya tabi na Sheikh هذه القناة تبع لمؤسسة نداء الإسلام ما شاء الله. نعم الشيخ زكريا محمد وهو رئيسنا رئيس مؤسسة نداء الإسلام ما شاء الله. وهي مؤسسة رسمية تم تسجيلها ما يقارب من الآن 3 سنوات نعم الشيخ زكريا أو 4 سنوات 4 سنوات ما شاء الله. ولها جهود طيبة ضمنها هذه القناة ولها الآن من العمر ما يقارب كم نحن البرنامج نعم 3 سنوات 3 ما سنوات شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ومما يثنى وليس ثناء من أجل يعني عجب الناس للشيخ لكن لابد أن نقول حقيقة هذه القناة أقيمت وأنفقت من رصيد خاص للشيخ ما شاء الله ما شاء الله. نعم بارك الله لك. الشيخ يعمل في محكمة الشرعية تابعة للحكومة الحمد لله ما أنفق شاء الله يعني ما شاء الله. قسطا من أمواله من أجل مواصلة هذا العمل وليس هناك من ينفق عليه بعد الله سبحانه وتعالى إلا بعض أصحاب يعني طيب الأنفس ونسأل الله أن يتقبل لنا جميعا طبعا أنا ضمن القائمين على هذه القناة أنا نائب الرئيس ما للشيخ شاء الله ما شاء الله. الحمد لله من خلال هذا البرنامج استطعنا ومعنا عدد من العلماء على مستوى إقليم التاسع إن صح التعبير من الشيخ ألقوا محاضرة هنا في مواضع عدة وبالحمد لله من خلال هذا البرنامج استفدنا وأفدنا الناس بالحمد لله وإن شاء الله في هذا الشهر الآتي شهر رمضان سيكون معنا كذلك برنامج في التلفاز وفي الإذاعة إن شاء الله شيخ وفي الإذاعة عندنا برنامج قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح إن شاء الله سبحانه وتعالى ويتوقع المستفيدون أكثر والمتابعون إن شاء الله أكثر لأن شهر رمضان شهر العبادة والنشاط الناس هنا يتفاعلون كثيرا فنشكركم شيخ على هذه الزيارة وعلى ما قدمتم نسأل الله أن لا يحرمكم من الأجور المضاعفة وكذلك المشايخ الذين أمامنا والله كم كنا نتمنى أن يكون هناك أوقات نجلس معكم من خلال مجالستنا معكم نستفيد منكم ولكن إن شاء الله كما يقال لا يدرك كله لا يدرك كيف شيخ ما لا يدرك كله لا يدرك جله نعم الحمد لله رب العالمين فمagsyukur mga katotay mamuran mga viewers na mo kalasahan insyaallah sambat sin kabataan diaon hanex kita-kits kita niyo patuan magsarang syukur kami kanyo insyaallah Ramadan masuk na bangman abutan pa kita insyaallah taala halaw kalasigan yari sa ini kamo bihaon mga guruta deng duatul wizara mga missionary yari kato bihaon ni Sheikh Abdul Muqti iban ni Sheikh Abdullah iban sin Sheikh فارس والشيخ راشد نعم هؤلاء مشايخنا وهؤلاء أصحابنا في هذه الحلقة نسأل الله أن يبارك للجميع فجزاكم الله خيرا نشكركم وإن شاء الله في لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.